السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. لما تآمن بجرائم الشرف وتكون ضمن أولوياتك فالأحسن الواحد يقعد في بلاده، لأنه من غير الممكن ولادك يزيدوا ويتربوا في أستراليا ولا في دبي ولا في كندا وتقول لهم راح نربيكم على حساب عادات وتقاليد تاع باكستان أو أفغانستان، ولما يغلطوا راح ترتكب جرائم وتقول بدافع جريمة الشرف وانت في كندا. القضية تاع اليوم راح صارت في 2009. قضايا الشرف ما تصراش غير في الدول العربية فقط، ولكن حتى في باكستان وأفغانستان وعندهم هذه الجرائم. عائلة شافية من أصول أفغانية متكونة من الأب محمد والأم توبة، وعندهم 7 أطفال. محمد كان رجل أعمال ثري جدا، الدراهم عنده ما يتحسبوش. هنايا سافر لدبي واشتغل بالعقارات، ثم راح لأستراليا وأخيرا خير واستقر في كندا. هنايا باش يستقر محمد استثمر 2 مليون دولار في واحد المول تجاري بكندا، وكان من أهم رجال الأعمال في كندا. بعد ذلك بنى قصر كبير خاص به. محمد الأب بعد الاستقرار لمدة قصيرة في كندا دار دوموند لمكتب الهجرة، لأنه حاب يجيب بنت عمه باش تخدم عنده كخادمة في القصر ديالو. مكتب الهجرة آمن به وقال عادي رجل أعمال يجيبها مربية من باكستان للهند من أفغانستان لكندا على أساس أن تخدمه، ولكن محمد تحايل على مكتب الهجرة هادية، وهذه بنت عمه رونا هي الزوجة الأولى لمحمد. وبما أن كندا تمنع تعدد الزوجات فخبى هذا الشيء عليهم وقال لهم راح نجيبها كعاملة ولا كخادمة لولادي. بنت عم محمد اللي واسمها رونا تزوجت من محمد سنة 1980، ولكن بعد سنوات من الزواج اكتشفوا أن رونا ما تجيبش دراري، وبعد 9 سنوات زواج محمد عاود تزوج بزوجته الثانية اللي واسمها طوبة، واللي جابت له 7 دراري. في هذه القصة كاملة يهمنا 4 من أفراد هذه العائلة واللي متهم فيها، لأنه 3 الآخرين ما عندنا حتى معلومات عليهم. الطفل الأول هو محمد ولا حامد، وزينب 19 سنة، وسحر 17 سنة، وجيتي 13 سنة. العائلة كلها قبل ما يسافروا لكندا كانوا عايشين في دار واحدة. طوبة تجيب دراري ورونا تربي وتطيب وعايشة معيشة الدل مع محمد ومرته. ضرب القهر اللي عاشته من محمد ومرته، يعني مسكينة قهروها وخلوها خدامة تحت رجليهم. رونا ما عندهاش لمن تشكي همها، وهي أيضا ممنوع عليها أنها تطلق، ويعتبر في أفغانستان الطلاق هو عيب وعار على المرأة تطلق، وهمها كامل كانت تكتبه على شكل مذكرات شخصية. محمد حتى معاملته مع أولاده كانت قاسية وما تبدلتش، يعني العقلية تاع أو التربية اللي تربى بها في أفغانستان هي نفسها تاع كندا، يعني الحجاب وهما صغار البنات، وما كانش المخالطة ولا المصاحبة مع الدراري، لا خروج ولا دخول بدون سبب، لا حفلات. حتى القوانين بالنسبة للبنات هي نفسها. معاملة محمد المليحة فقط للزوجة ديالو، تصرف كيما تحب، تخرج كيما تحب وقت ما تخرج، تشري وش حبت. وبالنسبة للدراري عندهم الحرية التامة والمطلقة، يخرجوا يدخلوا يصاحبوا مع من حبوا. المهم البنات لا. أول طفلة راح نهضروا عليها اليوم هي زينب، تقرأ في الثانوية. تعرفت على شاب وحبوا بعضهم، ولكن دارت له شروط وقالت له أنه لو كان يعرفوا دارنا راح يبيع ولاو يتقابلوا غير في داخل الثانوية وفقط. في المرات اللي كان الأب محمد سافر لدبي وخاوت زينب برا، هي راحت دخلت صحبها للدار في بالها أنه باباها مسافر وخاوتها ما كانش هم في الدار، فبذلك عادي يدخل للدار. فجأة دخل خوها للدار ولقاها مع صحبها. خوها راح قال للعائلة كاملة ولباباها. باباها راح حبسها في بيتها لمدة عام كامل حتى للدار وما تخرج، يعني في بيتها وبس. عندهم سويت قاعدة تما عام ما شافتش دارهم لتحت كيفاش عاملة. أما بالنسبة لسحر اللي في عمرها 17 سنة، ممنوع عليها المكياج ومفروض عليها الحجاب، ولكن هي ما تقبلتش هذا الشيء، بل أنه مفروض عليها
كانت كل ما تروح تقرا كانت تنحي الحجاب وتبدل لبستها ودير المكياج. سحر كانت كل خطرة تروح للمسؤولة تاع المدرسة التنمية النفسانية اللي في المدرسة، كانت تشكيلها على باباها وتقول لها أنها أنايا ماذا بيا نعيش حياتي كأي مراهقة هنايا في كندا، ندير المكياج، نلبس واش نحب، نخرج كيما نحب، وندير واش نحب. سحر في النهار وهي منهارة حبت تنهي حياتها. انتم تقولوا بالك عائلتها يتخلعوا عليها ولا يروحوا يديروا لها واش حبت لانه راح تنهي حياتها، بل بالعكس فرحوا بزاف انه الساحر راح تدير هاد الشي في روحها، وقالوا لها انه انت يا نقصان هم في حياتنا. صح رغم انها دارت هاد الشي كامل وتمردت على العائله، ولكن خلاوها تروح تكمل قرايتها، ولكن زينب غلطه واحده دفعوها الثمن غالي. جيتي الابنة الصغيرة والمتمردة هي كانت كما خواتتها، لا دخول لا خروج. واحد النهار شدوها في واحد المول تسرق، رغم أنه باباها ملياردير إلا أنه الحرمان اللي عاشته حرمها من كل شيء. تما ضربوها وعنفوها وحبسوها في الدار هي تاني رغم أنها في عمرها 13 سنة فقط. زينب بعد ما عام من حبسها في غرفتها وأخيرا قدرت تقنع أختها أنها تعطي لها التليفون. لما عطت لها التليفون عيطت لصاحبها وحكت له وش صرا، وقالت له أنه حبت تهرب من الدار. غدوة من داك صاحبها جاها قدام الدار بالطوموبيل وهربها، وزينب هربت. كانت حابة تروح لجمعية حماية المرأة والنساء المعنفات باش تحميها من باباها. لما جت الشرطة تحوس في الدار وداروا التحقيق علاش هربت، ما داروا لهم أي أهمية، لأنه لقوا أن جنسيتهم أفغانية، خاصة أن الدراري حكوا للشرطة المعاناة اللي يعيشوها في الدار، ولكن الشرطة ما داروا والو وما تحرواوش. وزينب هنايا ما داروا لها والو مسكينة. بعد شهر من حادثة هذه تاع هروب زينب من الدار، واحد النهار رونا الزوجة الأولى اللي مسكينة حسب بينها خدامة سمعت محمد والزوجة تاعو الثانية طوبة يخططوا انهم يقتلوا البنات ثلاثه وهي معاهم رونا. رونا هنايا ما دارت والو، على بالها وسمعت بلي راجلها ومرته راحين يقتلوها، بصح ما دارت والو. واش راح دارت؟ راح كتبت برك هاد الشيء داخل في مذكراتها في لاجوندا تاعها، لا عيطت للشرطه ولا حاولت تقول للبنات بلي راحين يقتلوكم، سكتت ورضخت امام امر الواقع. كما قلت لكم هنايا عيطت وقالت لها بلي الدار راح نزوجك. ام طوبه هنايا عيطت لزينب بنتها بعد ما هربت وقالت لها عاودي ولي للدار راح نزوجك بصاحبك، خلاص حطيتينا امام الواقع وراح نتقبلوا هاد الشيء. زينب مسكينة وثقت في الأم ديالها وعائلتها ورجعت للدار. بعد أسبوع داروا لها عرس صغير هنايا، ويماها طاحت تغاشات ودارت مشاكل مع أهل العريس تاع صحابها وما عجبهمش، حتى هما ما عجبهمش الحال، وبذلك فرضوا على زينب أنها تطلق نهار عرسها. شتو السيناريو اللي دارته يماها غير باش ترجع زينب ويديروا رايها وبعد ذلك تطلق. محمد الأب كل هذا قاعدك وهو في دبي، وقال لهم لما نرجع من دبي راح ندير حوايج ما يعجبوكمش تماما. ولكن بعد أسبوع من رجوع الأب محمد من دبي ما دار والو، سكت. حتى البنات استغربوا وش بيه هذا الأب تاعنا اللي ما دار حتى حاجة. وبعد أسبوع قلت لكم من زواج هذا زينب المفروض، والأب تاعها رجع من دبي. الأب هنا راح شرى سيارة مستعملة كبيرة تدي قيس 10 أشخاص، وهنايا راحوا قال لهم بلي رانا رايحين نديروا رحلة عائلية. ولا واحد شك في الموضوع، بالعكس كانوا البنات فرحانين والدراري فرحانين. ورونا رغم انه على بالها باللي راح تقتل، ما فهمتش اذا كان على بالها ولا كانت تستغبى، المهم هي تاني ماتت والله يرحمها. وكانت هذيك الرحلة أول وآخر رحلة يديروها. هنايا محمد وحامد وليدو الكبير وطوبة خلال الرحلة هذه راحوا مباشرة لمركز الشرطة، بلغوا عن اختفاء زينب والساحرة وجيتي ورونا، والسيارة اللي شروها أيضا في الرحلة. خرجوا رجال الشرطة للتفتيش ولقوا السيارة في واحد النهر مقلوبة، وداخلها رونا وسحر وزينب وجيتي وكلهم ميتين. حسب تقرير الطب الشرعي قالوا أن البنات خداو الشوك قبل وفاتهم، وبعد المعاينة عرفوا أن سيارة الأخ حامد هو اللي دفع بالطوموبيل ديالو سيارة أخواتته، وبذلك طاحت في هذاك الواد وغرقت.
ولكن الشرطة للآن ما عندهم حتى دليل أن الأب ولا الابن هما السبب في وفاة البنات. أثناء التحقيق هذا ولا واحد تأثر بموت الأربعة. هنايا أفراد من العائلة، واحد ما جاهم شوك، واحد ما تبكى عليهم، واحد ما تأثر، ولا واحد ذكرهم بالخير على هاد البنات. هنايا الشرطة بدأت تدخل لها الشك في الموضوع. الشرطة دارت أجهزة تنصت في الدار محمد وعلى أجهزة الهاتف تاعهم، وسمعوا كل شيء لمدة يومين، وشدوهم وسمعوهم كيفاش خططوا وكيفاش قتلوا البنات ثلاثة ورونا، وكانوا يقولوا يستحقوا أنهم يموتوا بهذه الطريقة. لما حوسوا في لابتوب تاع حامد لقاوه كان يحوس في جوجل عن كيفية القتل بطريقة سهلة، وعدة أفلام اللي شافهم عن كيفية القتل. الأب والأم حصلوا كل شيء في وليدهم حمد، وقالوا أنه هو اللي دفع السيارة تاعو، السيارة تاع خواتته، وبذلك طاحوا في الواد. وقالوا أن خوهم الصغير اللي في عمره 8 سنين هو اللي كان يحوس في جوجل باللابتوب تاع خوه عن كيفية القتل. تخيلوا معايا ولد تاع 8 سنين يحوس على هذه الحوايج في لابتوب تاع خوه الكبير. بعد إلقاء القبض على الأب والأم والابن حامد، هنايا تمت محاكمتهم وعطاو لهم حكم ب25 سنة حبس لكل واحد فيهم. 25 سنة لجريمة قتل 3 بنات والزوجة الأولى. أنا في رأيي قليل عليهم بزاف، ولو كان تحاكم هذا الأب على حسب عقليته هو عاداته وتقاليده في أفغانستان أكيد راح يدي إعدام مباشرة بدون حتى أنه يتحاكم. نورمالمون هكا يعاودوا يرجعوه لبلادو ويتحاكم لتما ويعطوا له إعدام. المهم ربي يرحم هذوك البنات مساكن. هاد الجرائم الشرف ماشي لهذه الدرجة. وأي واحد في أي بلاد انتم قولوا لي رأيكم في هذه القضية.